هعمل معاكم النهارده برجر التونه، جديد وتغيير شويه عن برجر الفراخ وبرجر اللحمه. بجد طعمه حلو قوي قوي، صحي جدا، نقدر ناكله في الدايت. انا متاكده ان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم طعمه جدا جدا. يلا نبدا نشوف ازاي هنعمله. المكونات اللي محتاجينها: اول حاجه بطاطس مهروسه، بطاطسايه وسط، علبه تونه، بصله صغيره مفرومه ناعم، فلفله صغيره وتكون مفرومه ناعم، بقدونس وكزبره 3-4 اعواد من بقدونس وكزبره واخدين منها الورق بس، عصير ليمونه، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، فصين من الثوم او فص واحد من الثوم المفروم ناعم. اول حاجه هنهرس البطاطس كويس جدا عشان تكون ناعمه. هنضيف التونه ونكون مصفينها كويس جدا. كل مكونات مع بعضها: البصل، الفلفل، الثوم، البهارات، عصير نص ليمونه. هنظبط الملح. هندمج كل حاجه مع بعضها، مش مجرد ان احنا نخلط كده بالمعلقه زي ما بنعجن العجين بالظبط. هنبدا ان احنا نعجن كل حاجه مع بعضها عشان تكون كتله واحده. ممكن نعمله كده وممكن نزود عليه معلقتين من الشوفان. فايدة الشوفان هنا ان احنا هنتأكد 100% ان هو مش هيفك معانا. تاني حاجة هيزود طبعا القيمة الغذائية وهيحسسنا بشبع لفترة اطول. مجرد معلقة كبيرة من دقيق الشوفان. هجيب كيس من اكياس التلاجة وابدأ اشكل البرجر بتاعي بالحجم والسمك اللي انا عايزاه، وهشكلها زي ما اتفقنا. هدخلها الفريزر. لو حابة ان انا احتفظ بيها وما سويهاش دلوقتي يبقى هسيبها في الفريزر لحد ما تكون اتجمدت. ممكن احط بين كل واحدة والتانية كيس تلاجة، او ممكن ان انا احطها كده في صينيه واسيبها لحد ما تكون اتجمدت، وبعد كده احطها في كيس. هتبقى كل واحده لوحدها واقدر ان انا اطلعها بكل سهوله. لو هسويها يبقى هسيبها تمسك شويه، وبعد كده في طاسه على النار تكون سخنه جدا هحط فيها معلقه او معلقتين من الزيت واسيبه لحد ما يسخن كمان. هضيف البرجر واحده واحده بين كل واحده والتانية. هستنى كده نص دقيقه، هسيبه لحد ما ياخد لون حلو من تحت. هقلبه على الناحيه التانية كمان لحد ما ياخد لون حلو. كل حاجه عندنا مستويه، مش محتاجه ان في حاجه تستوي او تقعد فتره طويله على النار. مجرد ما ياخد لون من الناحيتين يبقى كده تمام معايا. وده الشكل النهائي بتاعه. نقدم معاها طبعا ليمون بيكون حلو قوي. طبق سلطه خضراء بتاعتنا العادي البسيط. اي نوع مخلل اللي انتوا حابينه ممكن ناكله كده، وممكن كمان ناكله مع عيش بلدي، وممكن نعمله سندوتشات او ناكله مع مكرونه. انا شايفاها ان هي كده وجبه متكامله صحيه، مش محتاجه اي حاجه تانية. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو وصفه النهارده. قابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفه، والسلام عليكم.